يا صباح الخير والسعادة، صباحكم كله خير وسعادة. النهاردة الفيديو بتاعنا مختلف كده، هنعمل مع بعض فلوج كده اليومي أو روتين يومي ومع اخواتي الصغيرين كده في أول رجوع للمدرسة، عودة الدراسة يعني. فحبيت أشارك معاكم الفيديو ده وإن شاء الله تستفادوا منه وهيعجبكم جدا جدا. هنعمل فيه حاجات كتير جدا وهشارك معاكم اليوم من ساعة ما صحيت لحد نهاية اليوم. وقبل ما نبتدي بالفيديو ما تنسوش تصلوا على الرسول. وانا اختكم منار، لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب لو اول مره بتشوفوني. ويلا بينا نشوف هنبتدي ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اول حاجه احنا عملنا العيش التوست. اختي الصغيره طلبته مني فانا عملته من قبلها بيوم كده، عملناه بطريقه بسيطه جدا وطالع نتيجته زي ما انتم شايفتوها في اول الفيديو. اول حاجه جبت نص كوبايه من الميه الدافيه، نزلت فيها معلقه صغيره من الخميره ومعلقه صغيره من السكر ومعلقه كبيره من اللبن البودر وخلطناهم كويس جدا بحيث ان الخميره تتفاعل وركنتهم على جنب. بعد كده جبنا بوله نزلنا فيها كوبايتين من الدقيق، نخلناهم كويس جدا او كوبايه ونص من الدقيق. وبعد كده نزلت بخليط الخميره بعد ما عملت كده بابلز ورغاوي كده، عرفنا ان هي تتفاعل. نزلنا بيها على المكونات الجافه، وبعد كده حسيت ان هي تحتاج معلقتين من الميه ضفتهم وبدات المهم كده لحد ما اتكونت لي عجينه متماسكه. في الاخر كده جبت مكعب من الزبده، معلقه كبيره من الزبده كده تكون بدرجه حراره المطبخ. بدات ان انا اعملها على ايدي كده بحيث ان هي تدوب معايا، وبدات اعجنها في العجينه. هنحس ان هي قطعت الى حد ما، ولكن كل ما نعجن فيها تبقى معايا ناعمه وزي ما انتوا شفتوها كده. جبت بوله دهنتها دهنه من الزيت، وبعد كده هناخد العجينه ونغطيها ببلاستيك ونسيبها في مكان دافي يخمر. تمام. بعد ما خمرت وتضاعف حجمها بالشكل ده، احنا عاملين كوبايه ونص يعني كميه صغيره. بعد كده باخدها على الرخامة دايركت على طول من غير دقيق ولا اي حاجة خالص، هي مش محتاجة اصلا. وبعد كده ببتدي ان انا افردها مستطيل واحط القالب كده بحيث ان انا على حسب عرض القالب بتاعي افرد الرول بتاعي. تمام. جبت مكعب من الزبدة دهنت بيه القالب كده كويس جدا. وبعد كده هاخد الرول بقى العجينة اللي احنا فردناه كده مستطيل كده بسمك رقيق، وابتدي ان انا الفها رول كده زي ما انتوا شايفين كده لحد ما نوصل لاخر العجينة. بعد كده بلم الطرف النهائي من العجينة على الجوانب وبقفلها كويس جدا جدا مع بعض، والحمها كويس واديلها كده لفة تحت ايدي واتأكد ان هي اتقفلت معايا كويس. بعد كده باخدها على طول في القالب وابتدي ابسطمها كده فيه لحد ما تاخد شكل القالب، وبعد كده بضغط عليها عشان تتوزع في القالب وكمان يطلع معايا حجم التوست متساوي بالشكل ده. بعد كده غطيته وبسيبه يخمر تاني مرة. في الوقت ده سبته حوالي نص ساعة، واخر ربع ساعة شغلت الفرن بتاعي على اعلى درجة حرارة فوق وتحت. وبعد كده جبت معلقة من اللبن ودهنت بيه العيش التوست بتاعي كده عشان يديله لون حلو. وبعد كده دخلت القالب بتاعي الفرن، بقلل درجة الحرارة لدرجة حرارة متوسطة يعني 180، وبطفي الشواية ولو في مروحة توزيع ببتدي اشغلها. بعد ما بيطلع من الفرن بديله كده دهنة بسيطة بمكعب زبدة وبغطيه، وان شاء الله نشوفه الصبح كده على ما يبرد تمام. وبعد كده جينا الصبح، كان الوقت ده كان الساعة 6 الصبح، شغلنا الراديو بتاعنا زي ما احنا متعودين. وبعد كده العيش التوست بتاعي كان برد تماما عشان ما بيتقطعش وهو سخن. جبت بيضة كده وخفقتها كده، وعندي العيش التوست بقى شفتوا نتيجته، طري وهش وبصوا طعمه تحفة جدا جدا. شفتوا هشاشته، طري جدا جدا ومفرخ كده، فجربوه هيعجبكم جدا جدا. وتقطع كده شرايح كده بسيطة من مكونات بسيطة حضرناه. قطعناه، رفعنا طاسة على النار فيها مكعب زبدة حلو كده، نزلنا بحبة البيض يا دوبك بس اتشمعت كده. قطعت عليها كده قطع من اللانشون. وبعد كده كوباية من ميكس الجبن اختياري لو متوافر، حبيت ادلعهم كده اول يوم. وبعد كده غطيت عليهم عشان الجبنة كده تسيح. وبعد كده ناخد التوست بتاعنا ونبدأ ان احنا نعمل السندوتشات بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين حاجة بقى سهلة وبسيطة، وبما ان هي طلبته مني فقلت ان انا اعمله، وكمان مكوناته سهلة جدا فما بياخدش مننا اي وقت. وبعد كده عملناه برضو بالشوكولاتة السبريد وشرايح كده من الخيار برضو. وده كده اللانش بوكس، عملنا بيض باللانشون والجبن الميكس، وعملنا بالشوكولاتة السبريد. بعد كده الصبح كان الجو برد فحبيت اعمل ينسون،
كده عشان يفطروا قبل ما ينزلوا كمان. وبكده هيكون حضرنا اللانش بوكس. بدأت بقى ان انا احط بقى لكل واحد اللانش بوكس في الشنطة بتاعه. وبعد كده فطروا. بعد كده بقى ايه، هنا بقى لميت شعر اختي كده، كان هو اصلا اوريدي كان مغسول ومتسرح اصلا، فبس حبيت ان انا المه كده وبالشكل ده كده. فيا رب بقى الفيديو بتاعنا يعجبكم النهارده، ولو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسونوش في اللايك وكومنت حلو. بعد كده بقى ايه، الحلقة الصغير ده لبستهولها، وبعد كده رطبت لها بشرتها كده باي كريم مرطب احنا بنستعمله. وبعد كده راحوا المدرسة بقى. بعد كده نرجع بقى لان انا هنزل، فحبيت ان انا اعمل برضو فطار ليا برضو. شرت كده شريحتين من التوست كده، حمصتهم في مكعب من الزبدة. وبعد كده عملنا الفطار الحلو ده. بعد ما اتحمص حطيت عليه ميكس من الجبن وقطع من اللانشون، وسبت المتحمص ده مع المربى وفنجان القهوة. وبعد كده نزلت انا، والجو كان حلو الصبح. وبعد كده واحنا راجعين الجو مطر. بعد كده قلنا بقى ايه، اروح كده اكمل معاكم الفيديو، فشارككم كمان معايا في الغدا. وكمان ما نسيتكوش برضو في التحلية، وعملنا تحلية بسيطة جدا. بس الجو كان حلو جدا، والمطر خير ورزق. و فحبيت بقى اشارك معاكم اللحظه ديت وانا راجعه. بعد كده روحت بقى غيرنا هدومنا، وبعد كده صليت وجبت كوبايتين من الدقيق. هنعمل احلى عيش كده على البوتاجاز، سهل وسريع وحلو جدا. كوبايتين من الدقيق نخلناهم كويس جدا، نزلت عليهم برشه صغيره من الملح، معلقه صغيره من السكر، ومعلقه صغيره من الخميره، معلقه صغيره مليانه كده. خلطناهم كويس جدا مع بعض. وبعد كده بنزل بكوبايه من الميه الدافيه، نطرة خل صغيرة، بتفرق جدا في الهشاشة بتاعته وبيكون معاه حلو. بعد كده عجننا، نزلنا بكوباية مية. وبعد كده احتاجت كمان حوالي كده 3 معالق كمان من المية، وعجنتهم كويس جدا لحد ما كونت لنا عجينة كده. وانا بعجنها في الاخر كده نزلت بمعلقتين من الزيت وعجناها لحد ما بقت معايا طرية كده، وفيها تلزيقة خفيفة جدا بالشكل ده. بعد كده حطيناها في بولة كده دهنة بسيطة من الزيت، نغطيها ببلاستيك ونسيبها تخمر على ما نشوف هنحضر مع العيش ده ايه. بعد كده لما رجعت البيت ماما ما كانتش موجودة، فقلت ايه، اطلع ربع كيلو من اللحمة نعمل منها احلى سندوتشات كفتة كده على السريع، وهتعجبكم جدا جدا. فاللحمة ما كانتش فكت الى حد ما تماما، وده احلى حاجة هنقولها مع بعض ليه. فجبت كده حبتين من البصل وسط كده، مع حبتين من الفلفل احمر واخضر، وفصين من الثوم، فرمناهم كويس جدا في الكبة لحد ما اتفرم معايا ناعم جدا. تمام. بعد كده هاخد الخليط الفلفل مع البصل مع الثوم اللي انا اوريدي فرمتهم ناعم في مصفى كده لحد ما انزل منه الميه اللي بتساعد الكفته ان هي تفك، احنا مش عايزينها تفك. فنزلت بالعصاره بتاعتها تماما. وبعد كده خدت التفل اللي احنا تفل البصل مع الفلفل من غير الميه في الكبه مع اللحمه اللي لسه فيها نسبه كده من التجميد، مع ملح وفلفل اسود وكاري وقرفة وسبع بهارات. وخلطناهم مع بعض كويس مع 3 معالق من البقسماط ومعلقة صغيرة من النشا، بتدي طراوة حلوة للكفتة. وحبة ملح ومعلقتين من الزيت. هكتب لكم كل المكونات في صندوق الوصف. خلطناهم كويس جدا مع بعض في الكبة لحد ما الأنسجة كده كلها تداخلت مع بعضها وبقت كلها خليط متجانس زي ما انتوا شايفين كده. بتفرق جدا في ان الكفتة معايا ما تفكش. اهم حاجة ان اللحمة بتاعتنا لما نخرجها من الفريزر يكون نسيبها كده لحد ما يكون فيها نسبة تجميد بسيطة، بتساعد ان الكفتة انسجتها تتداخل مع بعضها وتكون لي الأنسجة اللي بتساعد ان الكفتة اصلا ما تفكش. تمام. وبتساعدنا كمان ان احنا ما نحتاجش ندخلها التلاجة بعد ما احنا عجناها. تمام. بعد كده ميه البصل مع الفلفل نزلت عليهم بمعلقه من الزيت ومعلقه من الفلفل الاسود والملح، خلطناهم عشان هنعصق بيها، نصبع بها الكفته. بعد كده هنعمل جنبها كده بطاطس مشويه سهله وسريعه وحلوه جدا جدا. جبت كده حوالي نص كيلو من البطاطس، قشرتها وغسلتها كويس جدا. قطعت البطاطسية على 2 وكل نص على 3 عشان ما تبدأش معايا تاخد وقت معايا في الفرن. وبعد كده حطيتهم في بولة، هنزل عليهم توم باودر، بصل باودر، بابريكا، وشطة اختياري، وفلفل اسود، وحبة زعتر صغيرين، مع معلقة من المستردة اختياري، ومعلقة كبيرة من زيت الزيتون. وبعد كده تبلتهم كويس جدا مع بعض.
وبعد كده هاخد البطاطس الحلوة ديت وهبدأ ان انا ارصها كده في صينية صغيرة، بحيث ان هي ما تكونش كلها فوق بعض وتاخد معايا وقت في التسوية. وزعتها كده في الصينية الصغيرة الحلوة دي، وما كمان مع الطبق الصغير ده. وكده جهزنا البطاطس. بعد كده الكفتة بتاعتنا كنت ركنتها بس كده على جنب، وجبت صينية فيها معلقة من الزيت كده، وهبدأ بقى أصبع الكفتة كده بمية البصل والفلفل، وتشكلوها بقى على أي حاجة كده، فبتكون متماسكة وما بتفكش ولا أي حاجة خالص. شايفين بقى الربع كيلو عمل قد إيه؟ فبتبقى سندوتشات كده سهلة وسريعة، وهتعجبكم طريقة الكفتة ديت. كمان فيها خضار كده، وهيكون مغذي جدا للأطفال، بتبقى حلوة جدا جدا. بعد كده مية البصل ديت هبتدي هي في الفرن، هبتدي كده كل شوية ادهنها بالخليط ده لحد ما تستوي. دخلنا البطاطس الكفتة الفرن. بعد كده العجينة بتاعتي خمرت، هاخدها كده واقطعها كويرات صغيرة في الحجم ده كده. بعد كده قطعنا كل كمية العجين بنفس الطريقة، رشة بسيطة كده من الدقيق واغطيها ببلاستيك. بعد كده هجيب فوطة مطبخ جنبي، وهبدأ ان انا اخد من العجينة اللي احنا قطعناه كده، وابتدي ان انا افرده بالطول بسمك مش رفيع ولا سميك، بسمك وسط شوية. تمام. باخد كده العجينة وافردها كده بالطول، وبعد كده اديلها فردة من جهة، بقلبها على الجهة التانية عشان تكون متساوية ما في التسوية. بعد كده رصتهم كده على فوطة مطبخ، وغطيهم كده بكيس بلاستيك. وبعد كده هاخد النص التاني من الفوطة وابتدي ان انا اغطيه، واسيبه كده لمدة ربع ساعة عشان يرجع تاني يرفع. بعد كده سخنت الطاسة السخنة على النار، وبعد كده هديت النار لنار متوسطة. في الوقت ده كانت الكفتة بتاعتي خدت اللون الحلو ده. وبعد كده مقدار ما الرغيف كده بياخد تحميصة من جهة او يتشمع، بقلبه على الجهة التانية واساعده كده بأي حاجة كده عشان يبدأ ينفخ كده معايا، وان الطبقات كده تفصل، ويكون معايا كده عيش مفرغ كده، ويكون حلو جدا جدا. العيش ده سهل وسريع، وكل أرغفة العيش معايا قبت، مفيش رغيف طلع مكتوم ولا أي حاجة خالص. فجربوها يعجبكم جدا، بشوية مية وشوية دقيق وحبة خميرة صغيرين. بصوا بقى قد ايه العيش كده بيبقى منفوخ كده وهش كده. بعد كده البطاطس دي بعد ما اخدت اللون كده تحت الشواية، ضفت لها شوية ميكس من الجبن كده اختياري. وعندي هنا الكفتة كده. بصوا بقى اللون الكفتة اصلا، والصوص اللي نازل منها من التوابل طعمها حلو جدا، جربوها هتعجبكم جدا جدا. وعندي هنا العيش، بنبدأ نخرجه ونغطيه كده ببلاستيك وفوط المطبخ. بصوا بقى قد ايه هش وطري جدا، وتفتحوه كده بيتفتح معاكم بكل سهولة بالشكل ده كده. بعد كده هنعمل بقى احلى سندوتشات كفتة كده على السريع. بصوا بقى شكل العيش. ناخد بقى كده الكفتة، وعليها كده البطاطس اللي بالميكس الجبن، وشوية كده من السلطة الخضراء. بصوا بقى شكل الساندوتش حلو جدا جدا. هكمل بقى كده كل سندوتشات بقى الكفتة ونتغدى. وحبة بقى مخلل كده، مفيش احسن من كده. وبعد كده هنتغدى. وده كده شكل الغدا. قولوا لي بقى رايكم في الكومنتات، وقولوا لي ايه رايكم في الفيديو اصلا. وبصوا بقى قد ايه الكفته بتكون جوسي جدا جدا من جوه، وطعمها حلو جدا جدا، كلها كده خضار فهتعجبكم. فما كمان ما نسيتكوش في الحال، وقلت اختم معاكم الفيديو كده بتحليه بسيطه جدا. جبت الطواجن الحلوه ديت، هنزل في كل طاجن فيها بمعلقتين كبار من الدقيق، ومعلقه كبيره من الكاكاو الخام الغير محلى. احلى طاجن بقى ممكن تاكلوه تحلوا بيه كده في اخر الليل كده، هيعجبكم قوي. وفي كل طاجن نص معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه كبيره من السكر. دوبنا المكونات الجافه كويس جدا مع بعض. بعد كده هنزل، بصوا بقى المكونات الجافه كده. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من اللبن، او من الميه لو متوافر عادي، لبن او ميه. ومعلقه كبيره من الزيت. هندوبهم كده مع بعض كويس جدا. لو القوام تقيل معايا كده هنخففه كمان بمعلقة من اللبن او المية على حسب المتوافر. يعني 3 معالق من المواد الجافة، معلقة زيت، 3 معالق لبن، نص معلقة بيكنج باودر. خلطناهم كويس جدا في نفس الطاجن او الماج اللي احنا هندخله الفرن. بعد كده خلطناهم كويس جدا، ولا بيض بقى ولا اي حاجة خالص.
معلقة كده من الشوكولاتة السبريد اختياري لو متوافر، انا حبيت بس ان هو يكون كده غني اكتر ويكون طعمه حلو. وكمان كده كان عندي نص قالب شوكولاتة كده في التلاجة، فقمت مطلعاه، خدت نصه هنا ونصه هنا ودخلته الفرن على درجة حرارة ايه، 180 كده على الرف الأقرب للأرضية. وعلى ما استوت كده وهديت من الحرارة، كنت نضفت المطبخ وغسلت الرخامة وغسلت المواعين ونضفت مكاني. وبعد كده حبيت كده ان انا ارش عليه شوية سكر بودر كده يديله كده كمان لون حلو، وكمان سكره معقول. وده كده كان الفيديو، عملنا فيه كل الحاجات الحلوة دي مع بعض، وختمنا كده ان احنا نضفنا المطبخ بتاعنا ومكان ما احنا وقفنا. وبقى جربوا التحلية السريعة ديت، بتكون كده الكيكة هشة، الشوكولاته فيها كده دايبه كده جوه، فميكس الطعم عامل زي المولتن كيك او الشوكولاته الفادج كده او الكيك الفادجي. فجربوها يعجبكم جدا، لايك وشير، اشوفكم على خير، مع السلامه.